اتجوزت لمدة 18 يوم بس، ونهيت جوازي بعد ما اكتشفت إني اتدبست في عيلة مختلة عقليا. يلا نبتدي القصة من الأول. أنا نادية، اتجوزت جوازتي الأولى وأنا عندي 15 سنة، واستمر الزواج ده لمدة 7 سنين. وبعد الزواج ب4 سنين تقريبا ربنا رزقني ببنت جميلة وعمرها حاليا 5 سنين. ما اتفقناش أنا وجوزي الأول في الزواج ده، وكان في مشاكل من أول يوم مش عارفة ليه، يمكن لقلة وعي أو لصغر سني. المهم عرضت عليه إننا نتطلق، ولأنه كمان تعب من المشاكل فوافق، واتفقنا إن البنت تعيش معايا ويجي هو يشوفها من فترة لفترة. بعد فترة من طلاقي اتقدم لي واحد معرفة من بعيد من طرف أمي. صراحة في الأول كنت قلقانة من الدخول في جوازة تانية، وخصوصا إن تجربتي الأولى ما كانتش أحسن حاجة، فلو فشلت في الجوازة دي كمان الناس هتقول عليا إيه. بس بعد إصرار أمي إن على الأقل أتخطب له ونشوف صفاته ونسأل عنه في وقت الخطوبة، مش هخسر حاجة. قلت لها موافقة بس بشرط يبقى في فترة تعارف 3 شهور حتى من غير خطوبة.